قبل اي حاجه شكرا لعمنا صلاح جاهين اللي كتب الكلمات الراقيه قوي دي المعبره قوي 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 عن اهالينا في محافظه سوهاج، وكتب عن العظيمه اللي هي عروس من عروس الصعيد، وخلى دليده تقول سوهاج بلد المواويل برج الزغاليل احسن ناس يا حبيبي يا حبيبي. قبل اي حاجه شكرا ليه وشكرا لكل سوهاجي جدع وكل صعيدي وكل راجل موجود في ربوع المحروسه. بس سالت نفسك ليه هي اتسمت بلد المواويل وبرج الزغاليل؟ تعالى وانا اقول لك حكايه اهالينا الطيبين. سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل، سوهاج يا حبيبي يا حبيبي، سوهاج دي عروسة. يمكن من اشهر الاغاني اللي اتغنت عن محافظه سوهاج هي اللي غنتها دليده اللي معروفه سوهاج بلد المواويل. اشمعنى المواويل؟ دايما كل بلد بيبقى فيها لها صناعات مشهوره بيها، مثلا احداث مشهوره بيها، لكن اول حاجه بتيجي لما نيجي نتكلم عن اهالينا في محافظه سوهاج بنقول ده سوهاج بلد المواويل. المواويل دي ليها حكايه وتاريخ موجوده من ايام اهالينا برضو تاني الجدعان قوي قوي الفراعنه، ولكن تحول بقى يعني البكاء والشجن والتنويح الى مواويل استمتعنا بيها على يد اهالينا في محافظه سوهاج. القصه بتقول إيزيس كانت متجوزه اخوها وجوزها في نفس الوقت اوزيريس. طبعا هو العادات والشرائع في الوقت ده كانت بتسمح بده. ففي قصته المعروفه ان هو قتل. هي كانت اول نائحه في التاريخ، يعني بتندب كده، او اول ندابه في التاريخ. فكلماتها اللي كانت بتقولها يعني نواحا وبكاء وحزنا على جوزها واخوها في نفس الوقت اتحولت الى مواويل استخدمها اهالينا في سوهاج للتعبير عن الحزن والمآسي والألم والمرض، وده كان بيسمى الموال الأحمر. أما الموال الأخضر كان بيعبر فيه عن الشجن والحب والفرح وكل ما هو فيه خير. وفيه كمان طلع يعني مربعات تانية أو ألوان تانية من المواويل بما يسمى بالموال الخماسي والموال كمان السباعي. أبدعوا وبقت حاجة خاصة بهم قوي، وموجود عندهم هذا التراث لحد الآن. ومنها العظيمة السيرة الهلالية، أشهر من يعني حكى السيرة الهلالية وتحاكى بيها باللهجة الصعيدية السوهاجية المحترمة المعروفة كان عمنا جابر أبو حسين، وده معروفة ومتسجلة في الإذاعة المصرية وفي التلفزيون المصري، والحاج كمان القليعي والحاج عبد الباسط، وموجودة لحد الآن وكل واحد بيحكيها على حسب يعني الرواية اللي وصلت له نفس الفكرة، ولكن مع اختلافات. وفي فن المربع اللي هو معروف ومشهور عن الموال السوهاجي. عرفتوا ليه بقى بلد المواويل وبلد الجمال والرقي والشياكة؟ فعلا أحسن ناس موجودين، لأنه بيتحملوا يعني عندهم صبر وجلد وطيبة وكرم، وده بلا مجاملة. عاشرهم وانت هتعرف ان دليدة وصلاح جاهين ما كتبوش لما قالوا سوهاج بلد المواويل وأحسن ناس. اشوفكم ان شاء الله تعالى في فيديو جديد نحكي عن اهالينا الطيبين في كل المحروسة. في أمان.